السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض الكوردون بلو بطريقة كده سهلة وبسيطة وتنفع كمان للدايت. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك للي لسه ما اشتركش. اول حاجة انا جبت البانيه بتاعي دقيته كده بالشاكوش، اي حاجة عندك، المهم تكون الحتة الناعمة تدقي بيها. هخلص الكمية كلها وابتدي اجهز خلطة التوابل بتاعتي. زعتر وبصل بودر وبابريكا وكزبرة وكاري وكمون وتوم بودر وكركم وزنجبيل، ولو حبيت تضيفي قرفة مفيش مشكلة برضو، يعني حوالي معلقة صغيرة من كل حاجة. هحطهم كلهم على بعض، وبعدين هنزل كمان بمعلقتين كبار من الصويا صوص، ولو عندك مستردة حطي، انا ما كانش عندي. وكمان هحط علبة زبادي او فنجان من اللبن، ومعلقة او معلقتين من الخل. هقلبهم كويس جدا كده، وهحط البانيه فيها في الخلطة ديت على الاقل ساعتين علشان البانيه يشرب التتبيلة بتاعتي. هقلبهم كويس وهغلفهم وادخلهم التلاجة. بعد الساعتين طلعنا كده بقى، و عندي بقى اللي هو الروم المدخن والجبنة الشيدر، وهلفهم كده واحط الخلة كده علشان الجبنة ما تطلعش. هعمل معاكم واحدة كمان، تقدر تحطي رومي مدخن وشيدر او لانشون وشيدر، اي حاجة، المهم الجبنة تكون بتسيح وكويسة. بس كده هعملهم كلهم، وبعدين نروح على النار نشوف هنعمل ايه. لازم بس تقفلي كويس وانتي بتلفيها. الطاسة على النار فيها معلقتين كبار من الزيت، هنزل بالبانيه بتاعي ياخد صدمة. على النار لازم النار تبقى عالية والطاسة سخنة جدا علشان ياخد الصدمة. طبعا انا في الوقت ده ولعت الفرن على درجة حرارة 200. اول ما ياخد الصدمة من الجنب دوت هقلبه على الجنب التاني، ومجهزة معايا صينية هحط فيها اللي خلاص خد صدمة من ناحيتين، وادخله الفرن تقريبا 30 دقيقة، وهطلعه وهيكون جاهز ومستوي وجميل زي ما هتشوفوا معايا في الاخر. وبس كده الاكلة بتاعتي خلصت. اكلة سهلة وسريعة وما خدتش اي وقت. ما تنسيش تشيل الخلة منه قبل ما تقدميه، وما تنسونيش كمان في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة للي لسه ما اشتركش في القناة، ويا ريت تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.